السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا من فيديو الميزانية بتاع الأسبوع اللي فات. إن شاء الله النهاردة بقى فيديو حلو قوي قوي. ده أنا كنت بلبس هنا ونازلة السوق، بس زي ما قلنا يا جماعة كالعادة يا سادة، قبل ما ننزل السوق نكون عاملين إيه؟ نكون كاتبين كل الحاجات اللي إحنا محتاجينها والأساسيات. ما تنسوش إن الفيديو بتاع النهاردة يعتبر الأساسيات اللي بنجيبها كل أول شهر عشان نملأ البيت بالخزين، وبعد كده بنمشي بميزانية أسبوعية للحوم والفراخ والكلام ده كله، وبنجيب رز ومكرونه كل حاجه. احنا عاملين ميزانيه اسبوعيه 700 600 800 حسب محتوى. يعني المره اللي فاتت الفيديو اللي فات عاملين فيه سمك وفراخ ولحمه وكل حاجه، وكانت ب 800 جنيه ورز ومكرونه وكل حاجه، الوجبه كامله على بعضها زي ما انتم عارفين بنعمل كده. لو اول مره تشوفي قناتي، انا نهى ودي قناتي اكلات سهله مع نهى. اتمنى ان انتوا تلفوا لفه كده في القناه وتشوفوا المحتوى اللي انا بنزله والروتين والميزانيه وكل الحاجات الحلوه دي، وان شاء الله باذن الله تعجبكم. تاني حاجة بشكر جدا 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 كل اللي بيكتبوا لي تعليقات، لان بجد انا من غير تعليقاتكم الحلوة دي وتشجيعكم انا مش هكمل، وبيأس وبتأخر في الفيديوهات وبلاقي مفيش تشجيع. لكن لما بلاقي تشجيع منكم كده ببدأ اصور تاني وابقى عندي حماس. هنا لبست بعد ما كتبت كل الحاجة اللي انا عايزاها ونزلت السوق. ده الاوتفيت بتاع السوق، واليوم ده كان حر جدا يا جماعة، ونزلت السوق 3 مرات ونسيت فلوس ونسيت خضار لا بصوا كان يوم متعب. اول حاجه ابتديت بيها انا جبت المنظفات، يعني جبت من واحده كده عندنا في الشارع فتح. انا بنزل كل شهر، يعني بنزل قليل جدا، فلقيت محل جديد بتاع منظفات، فقلت خلاص جبت المنظفات وركنتها عندها لغايه ما اخش السوق اجيب الحاجه. طيب طلعنا بقى بالحاجه. كنت محضره ايه؟ اول نصيحه ليكي ان يكون مطبخك نضيف اليوم ده، ويا بقى لو عندك شويه اكل بواقي كده او متبله نص كيلو بانيه على جنب او الكلام ده كله، يعني مجهزه اكلك، لانه بيبقى يوم متعب جدا. سواء كمان انت بتضمي حاجتين فيه مع بعض، ان انت بتنزلي وبتنضفي الحاجه وبتجهزي والكلام ده كله. فجبت ايه بقى؟ انا كنت محضره بقى المصافي بتاعتي والادوات بتاعتي والحوض بتاعي نضيف وكله تمام، وفطرت ولبست بقى ايه اسدال المطبخ ودخلت على المطبخ. جبت شويه حاجات حلوه قوي. اول حاجه انا ما كنتش كاتباها في الورقه وانا بنصحكم في الورقه بس لقيت سعرها حلو قوي وافتكرت ان انا بحبها جدا بصراحه. يعني انا بحب الويكا اكتر من الملوخيه، يعني بعشقها بصراحه، الويكا اللي هي ام شوربه. فلقيتها بتتباع ب 30 جنيه كيلو. انا كنت جايبه اخر مره ربع كيلو ب 20 جنيه، يعني كانت ب 80 جنيه، فلقيت ب 30 جنيه. فقلت لا خلاص هجيب نص كيلو عشان ما ادبست نفسي في كيلو واقعد ايه، انا مش فاضيه اقعد انضفه والكلام ده كله. اللي اتفاجئت بقى بسعره يا بنات، وعايزاكم تكتبوا لي الاسعار عندكم عامله ايه فيه، هو الفلفل الالوان ده. أن تخيلوا لقيته بكام؟ انا نازله عارفه ان انا اخر مره جايبه الشهر اللي فات كيلو ب50، انا لقيت الكيلو ب20. انا مش عارفه هو فلفل الوان. فجبت كيلو ونص ب30 جنيه بس، وانا بقطعه لقيته كويس وكل حاجه ما فيهوش اي حاجه، بس يمكن يعني الجلده بتاعته حاسه ان هي ايه، عامل زي ما يكون فلفل، عارفين الفلفل الرومي، خفيف شويه كده، هو كده مش اللي هي العريضه بتاعه الفلفل الالوان. ده الفرق. فلو انتوا حد عنده فكره ايه الفرق ما بين ده والتاني يقول لي. لا اما هو بقى سعره نزل وانا ما كنتش اعرف. كمان الليمون سعره نزل، جبت الكيلو ب50 جنيه الحمد لله. والبصل ب10 جنيه، جبنا 5 كيلو بصل. البطاطس جبت كيلو ونص تقريبا ب15، هي ب10. الفلفل الالوان زي ما بقول لكم جبته ب20، فجبت كيلو ونص ب30. الفلفل الاخضر نسيت سعره لانه اكيد كان مع حاجه تانية، في حاجات طبعا بنسى اسعارها. والليمون ب50 قلت لكم، والطماطم ب10، وفيها اقل على فكره بس دي حلوه كده. البلحه دي انا بحبها جدا، بتنفع سلطه، بتنفع في الطماط، في الصلصه، في كل حاجه. وجبت ربع خيار وربع جزر ب9 جنيه. يعني دي ميزانيه الخضار بتاعتنا، 50 جنيه بصل والبطاطس. واحسبوا بقى انتوا الاسعار اللي انا قلتها لكم دي، المهم ان هي ما كانتش اوفر في الخضار. طب اطلع بقى ببقيه الفلوس؟ لا ما رضيتش اطلع بقى ببقيه الفلوس، قلت اجيب حاجات اساسيه انا بقالي فتره محتاجاها. اولا الجبنه، ثانيا الزبده انا بجيب سمنه بلدي يعني كل فتره وببقى مسيحاها وكده، لكن الزبده بتخش معايا في حلويات، بتخش معايا في حاجات كتير قوي، ببقى محتاجه مكعب صغير منها كده
بيغير طعم. يعني في البشاميل احب احط مكعب زبده مع السمنه عادي، وانا بحمر الفراخ يا بنات احط مكعب زبده مع السمنه، بيدي لون حلو قوي، وتلاقي الجلد بتاع الفراخ ما يلزقش معاكي ولا اي حاجه. فممكن القالب ده انا كنت جايبه اخر قالب من رمضان، فتخيلوا من رمضان قعد معايا لغايه دلوقتي. فالقالب ده برضو يقعد معايا شهرين 3، يعني بجيب حاجات دي بقى بتطول يعني. البصل زي ما قلت لكم ب10، فانا ايه، تعالوا بقى نشوف كل الخضار ده هنحوله ازاي. مفيش حاجه هتفضل على حالها ابدا. طيب بس ما عدا البطاطس، هي اللي اول حاجه هشيلها. انا بشيلها في التلاجة لاني ببقى جايبه كميه دوبت على قد الاستخدام، وانتوا عارفين ان احنا كل اسبوع بنبدا نجيب الوصفات بتاعتنا او الميزانيه بتاعتنا بالاكل بتاعها، فلو ناقصني بطاطس او بصل او حاجه بزود. النهارده اول حاجه مهمه جدا لازم تعمليها هي شويه البهارات الحصى دول بقى انا ما يجيش العيد الكبير ابدا من غير هي كده كده بتبقى عندي طول السنه، بس كانت خلصانه فانا نزلت جبت من عند عطار. واول مره اجيب من عنده على فكره، انا متعوده بجيب من عند حراز لو حد عارف، بس انا قلت له تعرف تعمل لي عطاره، شويه عطاره اللي هي الحصى، وانا اطحنها وعايزه حاجه كده تبقى الخلطه الممبار المحشي ريحتها كده تجيب اخر الشارع. قال لي هعمل لك خلطه وهتدعي لي عليها. قلت له تمام. انا بصراحه سبته حط الحاجه وفعلا هو حط الحاجات اللي انا بحب احطها، زي اللي هي ورق لورا والحبهان جوزة الطيب، بس انا شلت جوزة الطيب هي واحده، والقرفه الخشب، زر ورد اللي انتوا بتشوفوه دوت، كوبيبه صيني، فلفل اسمر حصى. ايه تاني يعني، اكتبوا لي كده في التعليقات لو عايزينها كامله اكون افتكرتها، وهكتبها لكم كده كتابه ممكن اتذكرها اكتر من ان انا ايه بكلمكم دلوقتي. عايزه اقول لكم ريحتها دي بقى، هي دي الحاجات اللي هي انا ما طحنتهاش كلها. ليه؟ انا بحب اشيل الباقي بقى في الفريزر في كيس عشان افضل محافظه على الريحه العطريه بتاعتها. انتوا عارفين التوابل لما بتطحني وتسيبيها فتره طويله فبتفقد الريحه بتاعتها، لكن لما تشيلي اي عطاره يا بنات شيلوها في الفريزر. انا العطاره دي بشيلها في الفريزر، ما يحصل لهاش اي حاجه، بالعكس بتحافظ على اي روايح فيها. دي بقى تستخدميها في ايه؟ نوها بستخدمها بقى داخل علينا العيد، حطيها بقى مع الممبار، حطيها مع المحشي، حطيها مع الطواجن، يا عسل مع الباميه ومع اللحمه في الطواجن. فيعني بصراحه بتفرق معايا كتير جدا. طيب ايه تاني بقى؟ دي اول خطوه انا عملتها وضربت البهارات بتاعتي. طبعا انا كملت بقيت ضرب البهارات، الفلفل والكمون والبهارات اللي انا جايباها بتاعتي، كملت طحن، بس ما رضيتش اطول عليكم في الفيديو. يعني لما تنزلي تجيبي هاتي العطاره معاكي. طيب جبت ايه بقى؟ جبت دي ب15 جنيه. يعني اول حاجه البهارات يا بنات كانت ب30 جنيه، اللي انا جبتها دي كانت ب30 جنيه الكميه المشكله دي، ودي كانت ب15 جنيه نص كيلو، لان الكيلو ب30 جنيه. طب بتخزنيها بقى ازاي يا نهى؟ دي بقى اعمليها مع شوربه لحمه، شوربه فراخ، يعني داخل عليكي العيد كده وهتلاقي الحاجات دي لقطه تحت ايدك. وانا هقول لكم باذن الله عامله لكم فيديو حلو قوي قوي ان شاء الله، يعني ربنا يدينا العمر. هخليكي تعملي 7 وجبات قبل العيد وتحطيهم في تلاجتك ان شاء الله في العيد. هدوبت بس هتغسلي المواعين مطرح ما بتعملي الاكل، مش هتقفي خالص على طبيخ. عملت ايه؟ انا غسلتها كويس قوي وحطيتها في مصفى ونشفتها في فوطه يا بنات، وتاكدت ان هي ناشفه تماما. قطعتها خرطتها زي ما انتم شفتوا كده، بشيل القمع وبخرطها 4 وبقطعها قطع صغيره عشان لما انزلها الشوربه تستوي بسرعه. يعني في ناس بتقطعها حلقات شرايح، براحتك. انا لما بخزنها مش بضطر ان انا اضربها في الكب بعد كده او في الخلاطيه، بتكون انتوا عارفين التلج بيخليها لما تنزل في الشوربه المغليه ما تاخدش معاكي ثواني وتستوي. فانا بقطعها قطع صغيره وببدا اقسمها على كيسين. وندمت ان انا ما جبتش كيلو، بس انا قعدت اقول ايه، انا معايا حاجات كتير والنهارده عندي تصوير، انا بلخم نفسي، بس بصراحه الحاجات دي هي اللي بتنفع. عملت كل كيس كده بعملها زي الملوخيه، يعني 2-3 جنب الاكل، بيبقى غموس وفي نفس الوقت بصراحه بتتاكل وما بيقعدش منها. يمكن بالنسبه لي بحس ان الويكم وشوربه اخف من الملوخيه كمان، بس طبعا بضطر اعمل ملوخيه عشان ولادي. فهي كيسين كده عملتهم صغيرين كل واحد. طب بعد كده بشيلها في الفريزر، ما تعرضيهاش للهواء كتير. هتلاقوني اول ما قطعتها شلتها عشان تفضل محافظه على اللون الاخضر اللي انتوا شايفينه ده، وتفضل في الفريزر بنفس لونها ما يتغيرش طالما ما دخلهاش اي هواء. بطلعها احط كوبايه شوربه تكون بتغلي، لازم تكون بتغلي، وافضي الكيس بس، وبعد كده بتكمل طريقتها عادي. اهو بقى الفلفل لو تلاحظوا شايفين رقيق ازاي،
بس بصراحه يعني طعمه حلو. انا استخدمته اليوم ده، كنت عامله كبده مشوحه كبده فحطيت منه، لا طعمه فلفل عادي وما فيهوش اي حاجه وريحته حلوه وكل حاجه وزي الفل. هو بس سعره اللي خضني، او انا كنت متعوده على سعر ونزلت لقيت سعر. فبعد ما قطعته كده، قطعت الكيلو ونص كلهم قطع صغيره، وعلى فكره الكميه دي بتكفيني، ممكن تقعد معايا شهرين حلو قوي. وعايزه اقول لكم ان انت محتاجه فلفل الوان اليومين دول ضروري. ليه بقى؟ داخل عليكي تعصيج اللحمه، تعصيج الفراخ، كل الحاجات بتاعه العيد دي بنضاعف الكميه. فبدل ما نضاعف الكميه ونحط فول صويا والحاجات دي، لا بتحطي فلفل الوان، بيدي قيمه غذائيه وبيدي شكل حلو قوي في التعصيجه بتاعه اللحمه بتاعتك او كده، وبيضاعف معاكي الكميه. طبعا العلبه طلعت صغيره عن الكميه. خلصت يا بنات. وطبعا لازم برش له رشتين 3 زيت او معلقتين 3 زيت عشان خاطر ما يمسكش في نفسه. انتوا عارفين ان الفلفل فيه ميه، فطبعا لو انت حطيتيه كده متلج هتلاقيه بقى بيطلع معاكي كتل. لا انا عايزاه يطلع معايا كده، اخد بالحبه بايدي يبقوا مفرولين من بعض. السر في ايه؟ السر في معلقتين 3 الزيت او رشتين الزيت اللي انا حطيتهم دول، وقلبت الفلفل كله مع بعضه. ودي كانت تاني حاجه ب30 جنيه. طيب نخش على اللي بعده. يعني قلنا ايه؟ انا قايله لكم ان دي تفريزات، حاجات بسيطه جدا هتملى تلاجتك وباسعار كويسه. البهارات قلنا ب30 جنيه، والويكه ب15 جنيه، والفلفل كيلو ونص ب30 جنيه، يعني كان ب20 جنيه الكيلو. شويه البصل بقى، انا خدت حبه بصل كده حلوين بتوع 2 كيلو. هتعملي ايه بال2 كيلو؟ هقول لكم هعمل منهم ايه. اول حاجه هعمل منهم الحاجه اللي انا ما اقدرش استغنى عنها طول الشهر، وانتوا عارفين بتنفعني قد ايه، خصوصا لو انا مستعجله نازله. نص كوبايه زيت او كوبايه زيت كده حلوه، وسيبيها تسخن. اهم حاجه لازم تكون سخنت. 2 كيلو بصل ضربناهم في الكبه طبيعي عادي جدا، وهنزل عليهم في الزيت. انا هحمر البصله دي عشان اصفرها، عشان بنحطها في علب وبنستخدمها في اي حاجه. طب اي حاجه زي ايه؟ اما باجي اطبخ، هعمل بسله، هعمل لوبيا، هعمل اي حاجه، باخد بالمعلقه في معلقه سمنه وبكمل بقيه تحميرها، لان انا بديها لون ذهبي حلو كده. وبنزل بالطماطم. هعمل اي حاجه بقى، شاورما، بشوح الفراخ وانزل بمعلقتين 3 من البصل الجاهز ده. يعني بصراحه بيسهل عليا كتير. طب دي البصل اهو، انا ايه بس يمكن لقطه جت قبل لقطه. طب اللي انا حطيته في الكبه ده ايه؟ هرجع معاكم تاني. اللي انا حطيته في الكبه، انا حطيت 2 من البصل، 2 من الطماطم، قرن فلفل رومي وقرن من الفلفل الحامي، وضربتهم في الكبه. هنعمل بيهم ايه؟ دي تجهيزات يا بنات، هي مهمة بالنسبة لي، وإن شاء الله هتبقى مهمة بالنسبة لكم، هتتعودوا عليها. أنا في العيد، يعني العيد الكبير ده بيبقى صعب جدا في وقفة المطبخ، كله دهون ولحمة وشوربة فأنا بحاول على قد يعني المستطاع إن أنا أخف عن نفسي شوية. فأنا بقول لكم إن شاء الله عاملة لكم فيديو. هنا حطيت بس معلقة سكر على البصل، بحط معلقة سكر وأنا بحمر، وكنت حمرته خلاص اهو، وخد اللون الذهبي الحلو كده. وبكون مجهزه العلب وبالزيت بتاعه بكل حاجه، هو خلاص بيبقى شرب الزيت. بس ما تضغطيش عليه، يعني لما تيجي تحطيه في العلبه كده ما تضغطيش عليه بالمعلقه عشان ما يمسكش ببعضه يبقى تكتلات، لا يبقى كتله واحده. لا انا عايزاه مفرول كده مع بعض، وتقدري تاخدي بيه في المعلقه عادي. عايزه تطلعيه قبلها، لو انت عارفه انت هتستخدميه، طلعيه قبلها ب5 دقايق 10 دقايق عشان يريح كده شويه، تعرفي تاخدي منه عادي. انا بصراحه بحرف السكينه او بحرف الشوكه كده، وباخد القطعه اللي انا عايزاها، بيبقى زي الفل، بيطلع معايا على طول. اهم حاجه ما تضغطيش عليه، والزيت مش هيخليه يمسك في بعض ولا اي حاجه. لان اختي ما شاء الله اما حاولت انها تعمله على رمضان، بتقولي خلاص بقى دست عليه بالمعلقه عشان تسويه، بتقولي هو عباره عن كتله واحده. طب تعالوا بقى بسرعه عشان المشاهد، معلش اعذروني، دي حاجه جت قبل حاجه. يعني هنا انا ضربت البصل والفلفل والطماطم، نزلت بمعلقه خل، وحطيت شويه بهارات مشكله وملح وفلفل اسمر، وكمان حطيت حبهان ناعم بودر، جايبه بودر ادي وشويه من اهو، ده الحبهان البودر يا بنات، بيدي ريحه حلوه قوي في التتبيلات. انا بعمل ايه؟ انا بعمل تتبيله للمشاوي، يعني لو هعمل فراخ او هعمل لحمه انا هستخدم التتبيله دي. فالتتبيله دي انا بعملها، وكل ما بتقعد كل ما يعني عارفه عايزه اقول لكم ايه، بتشرب كده من بعضها وبتتظبط كده وبتدي طعم حلو قوي. عايزه بقى، انا حطيت هنا ايه اللي هو روزماري،
بيدي ريحه حلوه قوي في التتبيله. ودي تتبيله المشاوي اللي عايزه تستخدميها للحمه هتستخدميها، عايزه تستخدميها للفراخ هتستخدميها، هتنفعني جدا. بحطها في الفريزر وقبل العيد ان شاء الله بيوم هنزلها تحت تفك كده، وابدا ان انا اخد منها بالمعلقه عشان خاطر اتبل الحاجه اللي انا عايزاها. حلوه قوي قوي للحمه. عايزه اقول لك لو انت عامله لحمه مسلوقه، كل ده تابعوني ان شاء الله. عايزه اقول لكم كل المعلومات في الفيديو، هتلاقوني برغي كتير بس والله غصب عني، ببقى مش عايزه ابخل عليكم بحاجه. انا عايزه اعمل مثلا لحمه مسلوقه وعايزه اشويها، بعد ما بسلق اللحمه احط عليها معلقتين من التتبيله اللي انا عاملاها دي، وبحمرها في الطاسه وبطشها في فحمايه، احلى من اي لحمه مشويه على الفحم. دوقوا التجربه دي وجربوها ان شاء الله هتعجبكم. ودي كانت رابع حاجه تقريبا من الحاجات اللي احنا جهزناها. نيجي بقى المعلم الكبير اللي جنني يعني. الفلفل، خلي بالك طبعا من ايدك لانه بيبقى حامي جدا. ببدا افتحه كده وببدا ان انا اطلع منه البذر. في ناس بتضربه بالبذر بتاعه بس انا ما حبيتش، يعني جربت مره ما حبيتش. طب هو كان دبلان شويه، الفلفل ده كان دبلان شويه، حتى سعره كان رخيص وانا بشتريه. عايزه اقول لكم هو تقريبا كان ب16 وهو سعره بيبقى اعلى من كده. اخر مره انا كنت جايباه ب25، فانا لقيته ب16 بس دبلان شويه، بس مفيهوش حاجه بايظه ولا اي حاجه. غسلته ونضفته، مش هقطعه بقى بالسكينه، لا انا حطيته في الكبه. بحط معاه معلقه من السكر، نص معلقه من السكر ومعلقه من الملح، ودي ماده حافظه ليه يا بنات عشان ما يبص معاكي. وكمان ممكن تحطي كمان معلقه خل، وهحط كمان معاه توم لان انا بعمل دقه بدخلها في اكل حاجات كتير قوي، بدخلها في المخللات اهو بصوا. بس ما بكترش توم عشان لما اجي استخدمها مثلا للمحشي، استخدمها للممبار، تدي معايا طعم حلو، ما يبقاش فيه توم اللي هو اللاذع قوي او الباين. طب لو انا هعمل بتنجان مخلل مثلا ومخللات يا نهى، ممكن انا بقى هزود قطعه توم على على الدقه. اضربه في الكبه بناتي، يلف معايا شمال يمين، الفلفل زي ما هو عمال يلف في الكبه، في سوائل شويه، رحت واخداه على الخلاط ضربته، اديته نص كوبايه ميه ومعلقتين 3 من الخل، وزي ما قلت لكم حطيت السكر وحطيت الملح، واديته شويه من الزيت اهو خلاص، عشان برضو الزيت ده بيبقى ماده حافظه وفي نفس الوقت ما بيخليش الحاجه اللي فيها سوائل او ميه تبقى كتله تلج متماسكه، لا بيمنع ان ده يحصل. جيت بقى اشيل العلبه دي، ما ينفعش ان انا اشيل العلبه، فرحت محولاه حولته البطرمانات، وقلت عشان اقدر احفظه في بطرمانات اكتر من العلبه دي، اجي اطلعها او حاجه يدلق مني او كده، لا فحطيته ببطرمانات. طيب استاذه جبنه، انا بجيب طبعا نوع رودي، اللي متابعني وعارف انا بجيب نوع رودي، فعرفش ليه وانا واقفه كده فالراجل قعد يقول لي جربي الحمد. قلت له يا عم انا عارفه الحمد كويس. قال لي دي احلى. قلت له ماشي، ما هي اغلى برضو. قال لي بس احلى وكده. فقلت له خلاص. انا بصوا يا بنات بستخدم رودي، الكيس ب125 الكيلو، الحمد ب135. رغم كده رودي انا بحبها جدا، بحس ان ليها ريحه. عارفين لما بتعملي الجبنه الموتزاريلا كده وتسيحيها على الحاجه تديكي ريحه حلوه كده، هي بقى رودي كده. الحمد ماشي بتديني طعم حلو بس ما فيش الريحه بتاعت الجبنه اللي انا بحبها دي. معرفش ده اللي بيستخدم بقى، لو حد استخدم رودي والحمد يقول لي بقى الفرق ده بيحس بيه ولا لا. طبعا نصيحتي ليكم عشان خاطر ما تاخديش كده. بصي انا بلاقيها مجمده كده بتضايق، لما بلاقي الكيس كده جاي من عند الراجل متفعص المفروض ان انا ابص فيه، بس طبعا كنت شايله شنط وحاجات وحوارات، قلت لا مش هطلع بالفلوس، هجيب الحاجه اللي انا محتاجاها. فبقسمها في اكياس يا بنات عشان ما اضطرش ان انا كل مره اطلع الكيس الكبير يفك او اقعد اكسر منه او الكلام ده كله، لا بقسمها على 4 اكياس، كل كيس بالويم كده ما بوزنش، يعني كل كيس فيه كيس بحس انه زياده قوي ده يطلع للبيتزا، كيس قليل قوي لو انا عامله صينيه جلاش، الكلام ده كله. لكن بصراحه بتحافظ على طعمها وعلى ريحتها وكل حاجه وعلى القوام بتاعها، لان انا بفتتها زي ما انتم شايفين كده، بفرولها من بعضها، ما بخليهاش كتل، فبتحافظ على كل حاجه فيها كده. بطلع الكيس حتى لو مش هاخده كله، باخد حبه منه وبقفله تاني وبرجعه، فبيبقى تمام جدا معايا. افضل بكتير من ان انتي تشيلي كيس الجبنه كله ويبقى مفتوح في الفريزر ويفقد كل الطعم والريحه بتاعته. طيب دي الفكره اللي بعد كده. يا رب تكون الافكار عجباكم. صلوا على النبي كده في الكومنتات وتشجعوا اختكم، لاني بجد بجد بتعب في التصوير جدا، وتلفوا لفه كده في القناه، وهستنى تعليقاتكم الحلوه اللي بتشجعني.
اكتبوا لي انتوا بتتابعوني منين كده، ومحتوى الفيديوهات اللي بنقدمها حلوه ولا لا. ان شاء الله انتظروا الفيديو الجاي، عندنا فيديوهين ربنا يحيينا. عندنا فيديوهين، فيديو الميزانيه الاسبوعيه بتاعه العيد باذن الله، وفيديو ازاي تعملي كل الوصفات بتاعه العيد قبلها وتحضريها وما تتعبيش نفسك في العيد. انا هنا الزبده كانت ساحت شويه فجننتني، يعني المفروض ان هي تبقى متلجه اكتر من كده، لكن مع الحر بقى اليوم ده بقول لكم الحر، يعني اليوم كان حر جدا. وانا عندي عيب يا بنات في الرخامه، عشان كده هتلاقوني انا دلوقتي في الصيف ما اقدرش اسيب الحاجه كده مرصوصه على الرخامه. انا عندي ديب فريزر تحت الرخامه، فما ادراكوا الرخامه دي بتبقى سخنه ازاي. اي اكل لو سبته عليها اي حاجه لا بيتسيح، ممكن تبوظ لي الاكل والكلام ده كله. حاولت ان انا اشيل الديب فريزر من تحت الرخامه او اديه في مكان تاني، مش نافع خالص عندي في الشقه، يعني مش نافع يخش اوض او كده والله. فيش غير حل الوحيد بقى اني اجيب حد يقطع لي الرخامه، وطبعا دي يعني هتبوظ لي منظر المطبخ ومش هيبقى عندي رخامه. يعني الرخامه اللي انتوا شايفينها دي، لو انا ديب فريزر على جنب اهو على الشمال تحت لو شايفينه، ديب فريزر 3 درج. لو انا قطعت الرخامه انا مش هيبقى عندي فوق المطبخ حاجه. فلو حد عنده بقى اقتراح للموضوع ده، ازاي اخلي السخونيه اللي تحت الرخامه دي تطلع، يكتب لي في التعليقات، ربنا يبارك لكم، عشان خاطر بصراحه دخلة الصيف بتتعبني. طيب دي بقى شويه الافكار بتاعتنا اللي تستاهل، يعني انتوا بقى اللي هتقولوا. الجبنه بتاعتنا قسمناها، الويكه بتاعتنا عملناها، شويه البصل، ادي الدقه يا بنات عملتها في بطرمانات اهي زي ما قلت لكم، حولتها من العلبه للبطرمان. وكمان تتبيله المشاوي اللي احنا عاملينها، البهارات المشكله، الليمون حافظنا عليه كمان في علبه، شويه حاجات بسيطه جدا. الزبده بتاعتنا قطعناها خلاص مكعبات، تقدري تاخدي بالمكعب كده، وادي الفلفل الالوان. شويه افكار بسيطه بس صدقيني. تعالي كده اطبخي، تعالي نعمل مع بعض كده شاورما ونشوف مكوناتها موجوده ولا لا. انت هتجيبي البانيه تقطعيه، هتلاقي البصل بتاعك جاهز، هتلاقي الفلفل الالوان بتاعتك جاهزه، هتاخدي معلقه من الهريسه الحمراء، كل حاجه موجوده عندك. يبقى انت كده بتسهلي على نفسك حاجات كتير. هتطبخي شويه الويكا دول في شويه شوربه بيغلوا، وعملتي طبق جنب الاكل بتاعك. الزبده هتاخدي المكعب بتستخدميه، يعني سهلي على نفسك، بعد كده بترتاحي. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، يا رب المحتوى يكون عاجبكم والفيديو. هستنى تعليقاتكم وتشجيعاتكم.